السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، مفيش شك طبعا ان في طرق كتير لتعلم تكنولوجيا المعلومات، لكن انا عندي ليكم طريقة شرح سهلة جدا ومبسطة جدا. اخواتي في الله، في الفيديو ده هنتعلم مع بعض كيفية حل مشكلة الاعلانات المزعجة اللي بتظهر فجأة على الهواتف المحمولة او الهواتف الجوالة، ان ازاي ان انا امنعها او احظرها خالص من جهازي. طيب، مفيش شك طبعا يا شباب ان احد الطرق اللي انا من خلالها بعرف اذا كان انا عندي برامج ضاره او برامج خبيثة، ان هي ايه، بيظهر عندي على الموبايل. هنا على الموبايل كده، في خصوصا على التطبيقات بتاعته اعلانات كتير. طيب، طبعا السؤال بقى هنا، طب هل الاعلانات دي ممكن ان انا احجبها او امنعها او الغيها؟ طبعا ممكن ان انا امنعها على على هواتف الاندرويد او تطبيقات الاندرويد. لازم ان انا اتبع الخطوات التاليه. اول حاجه، اخش على سيتنجز اللي هي اعدادات، بعد كده او الضبط، بعد كده بخش على كونكشنز او اتصالات، بعد كونكشنز او اتصالات بدخل على المزيد من ضبط الاتصال، يعني مور سيتنجز او مور كونكشن سيتنجز. بعد كده بخش على الدي ان اس البرايفت، تمام، او الدي ان اس الخاص. وبعد كده بختار اسم مضيف مزود دي ان اس الخاص، وبكتب التالي: دي ان اس دوت اد جارد GUARD دوت كوم. راجع تاني: دي ان اس دوت اد جارد دوت كوم. طيب، هو يعني ايه اصلا يا شباب الدي ان اس؟ واختار حفظ. كده خلصنا. بس يا شباب، الشباب كل سنه وانتم طيبين، ورحمه الله وبركاته.